اهلا بيكم في فيديو جديد عن البيزنس ديفلوبمنت. هشير معاكم 3 تيبس اند تريكس عن البيزنس ديفلوبمنت. تيب رقم 1: جوب تايتل ايكوال authority. واحد زميلي استضافته معايا في البودكاست اسمه محمد احمد، اتش ار مانجر وشخص شاطر جدا. قال جمله جميله جدا وبشاركها معاكم النهارده: اوعى هتقبل مسمى وظيفي بدون الصلاحيات الخاصه بالمسمى الوظيفي ده. بمعنى، لو حضرتك دلوقتي شغال بروجكت مانجر، لازم يكون معاك الصلاحيات وبتعمل المهام بتاعت البروجكت مانجر. انت بتخسر في اللونج تيرم. بعد سنه او سنتين هيكون المفروض دي بتحسب ليك اكسبيرينس او خبره. الخبره دي لو ما كنتش بتعملها فعلا خلال السنه او السنتين اللي انت كنت قاعدهم في الشركه، انت هتطلع فاضي. هتكون بتسند نفسك وانت فرحان على المدى القصير. فخلي بالكم من الجزء ده جدا. تيب رقم 2: قبل ما تشتغل مطور اعمال لازم في حاجتين لازم تكون عارفهم. رقم 1: الفيجن الخاص بالشركه اللي رايح تشتغل فيها. اوعى تقبل ان انت كمطور اعمال تروح في مكان هم مش عارفين هم بيشتغلوا عشان عايزين يروحوا فين. دي بتبقى مشكله كبيره جدا. ولو حد جه قال لك من الفاوندر ان انت المفروض انت اللي تحط الفيجن، فكده ده يبقى البيزنس بتاعك انت، بقت الرؤيه بتاعتك انت مش بتاعتهم هم. وده غلط. الفيجن اللي بيحطها الفاوندرز والكو فاوندرز. فخلي بالك من الجزء ده. الحاجه التانيه اللي لازم تخلي بالك منها قبل ما تشتغل كبزنس ديفلوبر وهي المان باور. لازم تكون عارف الشركه اللي راح تشتغل فيها دي فيها عدد موظفين قد ايه. بمعنى، دلوقتي احنا عندنا شركه معينه اكس واي زد، محتاجين فيها 20 جوب تايتل. ال 20 جوب تايتل دول انت لما دخلت فعليا لقيت ان في 5 بس اللي موجودين او 10 بس. معنى كده ان المان باور اللي موجود 50% بيقوم بمهام ال 100%. دي حاجه كويسه بس مش في كل الاوقات. بس لازم تكون عارف انت داخل على ايه من البدايه علشان ما تعملش حاجات انت مش عايز تعملها من البدايه. تيب رقم 3: التيم والتولز. بمعنى ايه الكلام ده؟ لما هتيجي تشتغل كمطور اعمال لازم يكون معاك حاجه من الاثنين، ويفضل يكون طبعا معاك الاثنين. بيكون معاك تيم علشان يكسكيوت او ينفذ الخطه اللي هتحطوها مع بعض. التولز بتبقى موجوده علشان بتساعدك في مهام زي الليد جنريشن، اللي انت تجيب ليدز معينين، او انك تعمل ماركت ريسيرش. والتولز بنسبه كبيره بتساعدك اكتر وبتغنيك لو انت معكش تيمز. ولكن معظم التولز اللي بتفيد البيزنس ديفلوبر بتكون سبسكرايب، لازم تدفع فلوس عشان تستخدمها. ولكن يفضل طبعا ان انت يكون معاك تيم تستخدم نوعا ما جزء من التولز اللي انت كده كده هتحتاجها. دول 3 تيبس انا شاركتهم معاكم، اتمنى ان الفيديو كان مفيد ليك. لو لسه ما عملتش فولو اند سبسكرايب، يا ريت ما تنساش ان انت تعمل فولو اند سبسكرايب علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بعمله. اشوفكم على خير.